ده هو كيم سوهو، شاب عادي جدا بيبقى شغال مهندس في البناء والحاجات دي. وفي يوم من الايام كان بيقرأ الرواية المفضلة عنده قبل ما ينام، واللي بتكون اسمها رواية ذو الدم الحديد. بعد ما خلصها كلها ما شاء الله عليه، هوبا صحي لقى نفسه نايم على الارض وشكله متغير، وقدامه رسالة مكتوب فيها: انت ستأخذ دور احد شخصيات رواية مهندس الدم الحديدي. هوبا ده شكل الموضوع هيولع معاك يا عم كيم. لو عجبتك المقدمة دي اديني اللايك الجميل اللي شبه وشك العسل ده يا عسل انت، والاشتراك بس في اخر الفيديو. لو عجبك يعني الفيديو يبقى اديني الاشتراك كده وادعمني في التعليقات كده وقول لي ايه الدنيا وكده، ويلا بينا نكمل الحكاية. يلا بينا. بنكمل بقى الحكاية، وكيم مرمي على الأرض والرسالة بتقول له يلا ابذل قصارى جهدك. فكيم بقى بيقول بذهول: ابذل قصارى جهدي في ايه يا عم، وانا فين، وايه اللي بيحصل؟ حد يرد يا اولاد الناس، ما تخلوناش نطلع عن شعورنا. عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين؟ تظهر له رسالة من النظام وبتقول له شفايفك متخدرة بسبب انك نمت في حالة توتر. فكيم بيقول للرسالة: ما انا عارف يا بنتي الجزمة، كفاية رسالة حامي ام العيانة. فكيم بيقول: يعني انا كده بقيت في عالم الرواية؟ طب هنا ايه اللي هيحصل لي، وانا انهي شخصية في الرواية؟ بيجي له الرد من الحارس بتاعه وبيناديه وبيقول له: سيد لويد، انت هنا يا سيد لويد؟ انت كنت فين؟ انا كنت عمال بدور عليك. وبيظهر ان ده خفير سياف معروف في القرية ويسمى السياف خفير، وناداني بلويد: وانتوا ما لقيتوش غير ام الشخصيه بنت التيت دي؟ وبيرجعوا بقى للقصر مع بعض، وعم خفير بيقول للويد: انت ما تعرفش انت كنت بره بتعمل ايه؟ انت فضلت تشرب عصير ليمون لغايه لما كسرت المكان اللي بيتباع فيه عصير الليمون. اللي انت عملته ده هيبقى ترند القريه اليومين دول. فلويد بيقول في نفسه: ما ده المتوقع من شخصيه معفنه اللي مدخليني فيها دي. فلويد بيقول: الارض ساقعه جدا وانا سقعان، ده كاني في عالم خيالي شبه العصور الوسطى القديمه. فخفير بيقول للويد: استريح انت دلوقتي عبال ما احضر التقارير باللي انت عملته امبارح عشان اسلمها للورد. فبيقول له: وانت لازم يعني تسلمها؟ انت شايف شغلك قوي يعني. بيرد عليه وبيقول له: ايوه يا عسل وريح بقى. فلويد بيقول لخفير: انا بيتي عليه ديون قد كده صح؟ خفير بيقول له: مش متعود اسمع منك الكلام ده والمسؤوليات، وانك عارف وحاسس بالمسؤوليات اللي عليك يا ابن وبيقفل الباب. فبيقعد لويد لوحده وبيقول: انا عارف كل حاجه عن الروايه دي عشان انا امبارح كنت قبل ما اجي هنا كنت بقرا في الفصل الاخير من الروايه، فانا عارف مصير لويد. فكان في بداية الرواية كان البارون وزوجته اللي هم ابويا وامي اتخدعوا من الراجل الله يجازيه بكل اللي في نيته. المهم الراجل ده خلاهم يبيعوا اللي وراهم واللي قدامهم لغاية لما وصلوا في الاخر ان هم يطيروا. ومن بعد ما ماتوا لويد قعد يشرب عصير ليمون لغاية لما مات من كتر الشرب. فبعد كده بقى لويد اللي مش حقيقي بيقول: يا نهار ابيض، الوضع صعب وحياتي صعبة زي اللي كانت في كوريا. بيفتكر بقى لما كان فاق والنظام كان كاتب له: تم تحقيق امنيتك من قبل الحاكم الاسطوري. طبعا يا عزيزي حابب افكرك ان كل ده هجص وملوش دعوه بديننا ولا عقيدتنا خالص. فلو فايتك صلاه قوم صليها وصلي على النبي كده ووحد الله، وسيب الفيديو لو فايتك الصلاه وتعالى تاني بقى اعمل لنا لايك واشتراك بقى واللي انت شايفه يا قلبي. وبنرجع بقى للحكايه، ولويد بيفتكر الرساله وبيقول: انا ليه تم اعاده بعثي في الشخصيه دي بالذات؟ اكيد في سر. وبعد كده بقى بنروح لام لويد وهي بتقول له: انت كسرت الحانه يالا امبارح. فلويد بيعمل نفسه عبيط وبيقول لها: انا يا بنتي انا. فامه بتقول له: تروح دلوقتي ياض تتاسف لصاحب الحانه، يا اما والله بالشبشب وفي بقك. فلويد بيقول لها: حاضر. فامه وخفير بيندهشوا جامد قوي كده. فالنظام بيقول للويد: في شخصين مذهولين منك. فلويد بيقول له: مش المفروض يا ابني يكونوا حاسين بالفخر اننا قلت لهم حاضر؟ ولويد كده كده عارف ان في الروايه الحقيقيه لويد كان شخصيه متكبره وما بيعتذرش لحد، وكله كان خايف منه ومحدش بيطيقه ولا بيحبه. وبعد كده بقى بينزلوا للقريه هو وخفير عشان يروحوا يعتذروا لصاحب الحانه. فلويد بيكون مذهول من ان الناس عماله بتجري منه وبتستخبى منه. فبيجيله اشعار من النظام وبيقول له: سكان القريه يشعروا بالاشمئزاز منك. فلويد بيقول له: يا عم عارف بقى ما تقرفنيش يا عم، انت من اول لما شفتك ما تنيلتش قلت حاجه عيد لما تدينا اي حاجه كده. فلويد بيقول لخفير: انت جاي معايا ليه؟ فبيقول له: اللورد هو اللي قال لي اجي معاك. اللورد ده اللي هو ابو لويد يعني، هو قال لي اجي معاك عشان ما يحصلش حاجه زي اللي حصلت امبارح، وبعدين انا جاي معاك عشان احمي اهل القريه منك. فلويد بيقول
بيقول له خلاص فهمت، انا راجل بلطجي ووحش ونوتي. فلويد بيقول في نفسه انا المفروض اغير نظرة الناس عني، عشان كده مش هينفع خالص، بس قبل كل ده المفروض اسدد ديون البيت اللي علينا دي. فلويد بيكلم النظام وبيقول له الا مفيش مهارات او اي حاجة نستفيد منها من الجسم الواد الكحيان التعبان اللي انا فيه ده. النظام بيقول له تقريبا في اول مهارة الوغد، ودي ما شاء الله مهارة بتخلي اي شخص يغضب منك. وتاني مهارة مثير المشاكل السكير، المهارة دي بتخليك تتصرف زي الكلب ما شاء الله. فلويد بيقول للنظام والله ونعم المهارات، انا حاسس ان انت موجود عشان تجددني يلا. فلويد كان بيتخانق مع دبان وشه، فخفير بيقول له انت رايح فين يا عم انت؟ اوعى تكون كنت بتكذب على امك ومش هتروح في حته. فلويد بيقول له يا عم انت ما بتصدق يا عم، كان في دبانه بتضايقني كده قلت اسلم عليها. خفير بيقول له طب يلا يا بابا ندخل يلا. فخفير بيقول في نفسه الواد ده في حاجه غريبه من امبارح. ومره واحده لويد بيقول لصاحب الحانه من غير سلام ولا كلام معلش حقك عليا. الراجل بيكون مصدوم منه وبيقول له يا بيه ولا يهمك يا بيه. لويد بيقول في نفسه هو خايف عشان بكلمه باحترام، ايوه خلاص هكلمه بقله الادب. فلويد بيقول له خلاص معلش. النظام بيقول له لويد الحقيقه ما كانش بيعرف يقولها اصلا. فصاحب الحانه بيقول له خلاص يا بيه ولا يهمك يا بيه. فبعد ما مشي من الحانه كان لويد قاعد بيتكلم مع خفير وقعدوا يحكوا لغايه لما خفير قال للويد المشكله ان الراجل اللي انت كسرت له الحانه ده يا عيني يا عيني امه تعبانه من كتر البرد من الشتاء اللي فات. لويد بيقول في نفسه الدنيا ايوه كانت بارده قوي في الحانه، حتى ما ينفعش ندفيها بدفايه واحده. وهوب مره واحده بتيجي لويد فكره بمليون جنيه، اكيد الزمن ده ما فيهوش نظام تدفئه متطور، يبقى انا اعمل نظام تدفئه بنفسي وكده الناس هتشتريه مني كتير واسدد الديون اللي عليا. وكمان اللي هيساعدني في الموضوع ده ان في الحياه القديمه بتاعتي كنت متخصص في الهندسه المدنيه والتصميم في المدرسه، وكمان لما كنت في الجيش كمهندس بنيت بيت في 4 ايام بس. يا ابن اللعيبه يا لويد اما فكره بمليون جنيه صحيح. فبيقول لخفير تعالى هنرجع للحانه بسرعه، انا هعمل اول طلبيه دلوقتي. النظام بيبعت له بيقول له رحلتك العظيمه قد بدات الان، تم انشاء نظام الار بي. نقاط الار بي دي تقدر تجمعها من خلال تحسين علاقتك مع بقيه الشخصيات. ومره واحده بيظهر رساله على راس خفير مكتوب عليها الانطباع العام عنك سالب 30. يا نهار ابيض، ده واضح ان خفير بيموت فيك يا لويد. فلويد بيحاول يشغل دماغه ويعلي الرقم ده شويه، فبيقول لخفير انت مالك حلو النهارده كده ليه عسل؟ فما شاء الله بيلاقي الانطباع بقى سالب 31. وخفير بيقول له ما انا حلو يالا طول عمري، وبعدين ما تظبط نفسك كده شويه ايه اللي انت بتقوله ده. بعد كده بقى لويد بيكلم نفسه وبيقول بطل غباء بقى يا لويد بقى وركز كده وما تخليهوش يغضب منك. وبعد كده بقى بيروحوا لصاحب الحانه وبيدي للراجل عقد وبيقول له هدفع لك كل الاضرار اللي سببتها لك في المحل، بس مول عمليه البناء اللي انا هعملها لك دي، فوقع بعد اذن حضرتك يعني. فالنظام بيقول للويد المالك شاكك فيه عشان لويد الحقيقي كان بيعمل مشاكل كتير ومحدش واثق فيه. فلويد بيقول في دماغه مش واحد زي ده اللي هيبوظ لي الخطه اللي رسمتها في دماغي، للاسف انا مضطر اعمل معاه الغلط. انت انا بكلمك باحترام من بدري، هتمضي ولا اوريك الجلاش بيتعمل ازاي؟ لا يا بيه لا يا بيه مش عايز اعرف بيتعمل ازاي يا بيه، مش عايز اعرف لا يكون بيعض ولا حاجه. اهو يا باشا اهو المالك، حسبي الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري. بتقول حاجه يالا؟ لا لا يا بيه لا يا بيه. فلويد بيكون هيموت من الفرحه من جواه، اول عقد تم بنجاح منك انت يا لويد يا خبيث. فبيطلعوا بره بقى عشان يبدا يفكر هيعمل ايه. فخفير بيقول له انت هددت الراجل عشان يوقع العقد، اما انت يا سيد لويد قليل الادب. طب وايه لازمه قله الادب دي؟ بتقول لي سيد ليه؟ فبعد كده بقى بيقعد لويد يبني في البيت لوحده ويعتبر خلص معظمه واترمى على الارض من كتر التعب. فخفير قال له ما شاء الله الموضوع كان سريع بالنسبه ل3 ساعات. وراح لويد قايم عشان يكمل تقطيع، وهوبا بيمسكوا خفير وبيقول له كنت هتعمل ايه عشان اكمل انا بداله. لويد بيقول له على حاجه اللي المفروض يعملها، وخفير بيرمي الخشب في الهواء عشان يديله واحده سنتالوبه وراح مقطعه كله شبه بعض بالمقاس المطلوب. لويد بيقول في دماغه جامد ايه الحلاوه دي، ده متوقع طبعا من شخص هيبقى اعظم سياف في القريه كلها. لويد بيستغل الموضوع وبيقول له ساعدني بقى في الحفر ما دام انت طلعت نينجا كده. خفير بيقول له اللي ما فيش شكرا، لا عايزني كمان اكمل مساعدتك اما انتوا جيل بايظ صحيح ده انت خنزير. والنظام بيقول خفير ندمان ان هو ساعده. وهما الاتنين بقى بيتعاونوا لغايه لما بيخلصوا البيت كله وبيكون في شعار منقوش على البيت. فلويد بيقول ده شعار شركتي الجديده. فبينادي على صاحب الحانه وبيوري له النظام التدفئه اللي عمله له وبيعجب بيه قوي وامه بتفرح قوي. خفير بيعجب باللي لويد عمله وبيزداد انطباعه عنه الموجب 2. وكده زادت نقاط الار بي وبقى معاه 36 نقطه. وبعد شويه ايام بقى بيجي ناس كتير من اهل القريه يشوفوا البيت اللي عمله لويد وبيعجبهم، ولويد بيخلي
بيخليهم يمضوا عشان يبني لهم مبنى تاني برضه زيه. ولما بيكونش عايز يمضي بيقول له هتمضي ولا اوريك الجلاش بيتعمل ازاي؟ انا شفت عملت من الموضوع ده مع صاحب الحانه وما خليتوش يشوف الجلاش بيتعمل ازاي، فانت احسن لك ما تشوفش الجلاش بيتعمل ازاي. لا وكمان ايه، كان عامل خصومات من نار، كان بيقول لك يمضي على 2 عقد وخد خصم 10% والتلاتة ب10 وبنخسر. وهوب ابوه بيجي مرة واحدة وبيقول له انت بتعمل ايه يالا؟ بيكون اسم ابوه اركوس فرونتيرا، بس هما بينادوا له البارون يعني عشان هو عمدة البلد وكده. ما شاء الله برضه بيكون الانطباع العام عند ابوه -20. انت ايه يا ابني بتضربهم بالنار ولا ايه؟ انت بتعمل معاهم ايه؟ على طبع خنزير. وبعد كده بقى بنروح للقصر بتاعهم وبيكونوا قاعدين بياكلوا، فابوه بيقول له فسر لي انت كنت بتعمل ايه يا ابني انت هناك؟ فلويد بيرد عليه بكل برود مفيش حاجه، وصاحب الحانه كان عايز غرفه تدفئه فعملتها. فلويد بيأثر الموضوع وبياخده من قصيره وبيقوم ويقول له سلام عليكم. انا ماشي. فابوه بيقول له لويد يا ابني انت اكيد بقيت عارف الحاله الماديه اللي احنا فيها، ما تقلقش يا ابني ابوك هيسد كل حاجه، ما تشيلش هم حاجه بالله عليك. فلويد بقى بيفتكر حياته السابقه لما كان ابوه عليه ديون برضه، وقال له ما تقلقش يا ابني كل حاجه هتبقى تمام، لكن الحاله كانت بتسوء اكتر من الاول. وبعد كده بقى بيفوق من ذكرياته وبيقول لابوه ما تستسلمش يا ابويا، وانا كمان عمري ما هستسلم ان شاء الله. وبعد الكلام ده كله بقى بيكون في 2 قاعدين مع البارون، وبيظهر ان دول اللي البارون مديون ليهم، وبيقولوا له فاضل لك 5 ايام هتسدد امتى يا عم انت؟ اقول لك ايه، لو مش معاك فلوس تسدد اقول لك انا ازاي تجيب فلوس، انا عارف مكان كويس تبيع فيه مراتك وخدماتك. اخ ايوه الفصل الوسخ الوحش النوتي ده انت خنزير. فالبارون بيقول له انت بتقول ايه يا عم انت تعبيط ولا ايه؟ انت عشان مرابي ما يبقاش عندك اخلاق ولا اي حاجه؟ هوبا بيجي اللي هيديهم على عينهم، لويد الخطير لويد الفشيخ، ويقولوا له انت مين يالا؟ انت مش انت لابن السيء السمعه؟ قال له السمعه دي تبقى امك يالا، وريني رساله الدعوه للقصر يالا. مقطع 6 من الفقره 3 من قانون النبلاء للمملكه، ما ينفعش اي حد يدخل بيت النبلاء من غير دعوه، وده يعاقب عليه القانون. فبيقولوا انت بتقول ايه يالا؟ انا ما سمعتش القانون ده قبل كده. لويد بيقول لهم مش متاكدين، تعالوا نتاكد مع بعض. بينادي خفير وبيقول له اقطع لي ايادي الاتنين دول يالا. بيقول له انت عبيط ولا ايه يا عم انت عايز تروح المحكمه ولا تروح في داهيه ولا ايه؟ فلويد بيقول لهم عشان كده قلت لكم تعالوا نشوف القانون حقيقي ولا في شنك. وخفير بيطلع السيف وبيقول لهم تعالوا نشوف المحكمه هتنصف مين فينا. هوبا العيال بتعمل حماها نفسها وبتجري من كتر الخوف. بيقولوا له ما تخافوش من اللي هيحصل لكم يا اولاد اللعيبه، ده انا هوريكم ايه اللي هيحصل فيكم. فابو لويد بيقول يا ابني ده مش هيساعد يا ابني، انت كده بتبوظ المواضيع بتبوظ الدنيا كده. لويد بيسكته بالفلوس اللي جمعها من العربين بتاعه العقود. فابوه بيقول له انت بتبتز الناس يا ابني عشان تديك فلوس اخس. خفير بيقول له ما تقلقش يا سيدي انا مراقبه كويس جدا وهو ما عملش حاجه غلط. وبيظهر ان ابو لويد بيثق في كلام خفير. وبعد بقى ما بيمشوا من عند ابوه خفير بيقول له انت عرفت ازاي القانون ده؟ انا كنت فاكرك جاهل. لويد بيقول له ليه بس الغلط ده عيب عليك انا كنت عارف. وبيظهر ان لويد عرفه لما كان بيقرا الروايه بعد ما ابوه وامه ماتوا، فالمرابين كانوا عايزين يحفروا القبور ويبيعوا جثث الاب والام بتوع لويد. فخفير في الوقت ده جالهم وقال لهم القانون وراح مديهم واحده طيارتهم. وبعد كده لما المحكمه جت حكمت عليه ادوله براءه بسبب القانون. يا ابن اللعيبه يا فاجر. وبنرجع بقى وبيظهر إشعار من النظام زاد انطباع البارون عنك موجب 6 لقد حصلت على 60 نقطة أربي. وبيظهر بقى إن نقاط الأربي دي بتحسن المهارات الخاصة بتاعت موهبتك. وبنرجع بقى بالزمن حاجة بسيطة، كان لويد معاه 36 نقطة أربي وبيظهر له قدرات ممكن يكتسبها بناء على معرفته اللي هي الموهبة بتاعته، يعني اللي هي إيه هو بيعرف يبني مثلا وكده، فهيظهر له قدرات تحسن البناء بتاعته. فبيظهر له قدرتين، أول قدرة القياس الأول ب15 نقطة أربي، والتصميم الأول بيحتاج 20 نقطة أربي. بيختار القدرتين عشان هو كده كده معاه 36 نقطة. تظهر إن القدرتين بيخلوه يقدر يحدد القياسات بعينه ويصمم تصميم المنزل من غير ولا ولا، وكده الدنيا بقت أسهل من الأول بالنسبة له. بس بيقول يا لو كان بس في مهارة استدعاء كنت استدعيت آلة أحفر بيها. فالنظام بيقول له ينفع تستدعي، وبيظهر له القرعة العشوائية للكائنات الخيالية وبيبقى مكتوب ابدأ، بس المحاولة ب50 نقطة أربي وهو معاه نقطة واحدة بس. ولويد بيقول كائن خيالي يعني تنين كبير أو غوريلا كبيرة أو فرس كبير أو أي حاجة كبيرة تساعدني في الحفر، بس ده ب50 نقطة غالي أوي، يعني أنا عايز دلوقتي أكسب ثقة ناس وأخلي الناس تحبني. وبنرجع بقى للحاضر وبيكون جمع 61 نقطة من أبوه وبيقول أيتها المخلوقات السحرية
قومي بانتظاري. وبكده يكون خلص اول 3 فصول من المنهوى. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك لو لسه ما عملتوش، واديني الاشتراك عشان خاطر يا قلبي، عشان القناة تكبر بيكو، وكلام حلو كده في التعليقات. ويلا سلام يا عزيزي.